خلي بالك اوعى تشتريها، وحشه ومش حلوه وطعمها زي الخيار، مسخه جدا وملهاش طعم، فلوسنا اترمت في الارض. ده الكلام اللي انت قلتوه لما انا عملت الفيديو وقلت عليه كوز العسل وطلع اسمه الشهد العراقي، اللي هو ده اللي هو في الاصل طلع ليه اكتر من اسم انا ما كنتش عارفهم بصراحه، لحد ما جه حد في الكومنتات ووضح لي الصوره. انتوا بتشتروا الشمام الاسماعيلاوي وده يختلف تماما عن اللي انا بتكلم عنه. انا بتكلم عن الشهد العراقي اللي هو فيه خطوط لونها اخضر بالطول. الشمام الاسماعيلاوي ما فيهوش. طب تعالوا بقى نفتحها ونجرب ونشوف فعلا طعمها زي الخيار زي ما انتوا بتقولوا ولا لا. مبدئيا اول حاجه الفرق فيها في الريحه. التانية كنت اول ما افتحها كانت ريحتها بتطلع جميله جدا. تاني حاجه في اللون، دي اللون بتاعها ابيض من جوه. التانية اسمها فعلا منجاوي وكان لونها بيبقى اصفر من جوه خالص، لكن دي شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ لونها ابيض فاتح. وبرضه مش هقدر احكم عليها من الظاهر كده من بره، لازم نفتحها ونجرب طعمها ونشوف الفرق ما بينها وبين المنجاوي او الشهد العراقي عامل ايه. تعالوا بقى نسمي الله ونفتح ونشوف حظنا ايه. اول حاجه زي ما انا قلت لكم اللون بتاعها مختلف تماما. دي لونها لا مش زي التاني خالص. انا دلوقتي بدات اتاكد انتوا ليه كنتوا معترضين لما انا قلت على الشهد العراقي ان هو طعمه مسكر جدا، بس برضه مش هحكم عليه الا لما ادوق. ودون انا عارف ان هو اسمه الشمام الاسماعيلاوي. لو حد عارف ان ليه اسم تاني يكتب لي في الكومنتات. انا المره دي هقسمها اي تقسيمه لان انا بصراحه مش متحمس قوي، ريحتها ولونها مش مشجعني. تعالوا بقى نسمي الله وندوق حته كده ونشوف طعمها ايه. هل فعلا زي المنجاوي ولا لا؟ لا خالص. دي طعمها سكريات اقل بكتير جدا من المنجاوي. انتوا كنتوا بتجيبوا دي ما بتجيبوش المنجاوي. هما كلهم من فصيله الشمام، لكن دي زرعه ودي زرعه. لكن المنجاوي يختلف طعم وريحه ولون. مع السلامه.